يقولوا بالعامي يعرف كوعه من بوعه كي بو لو بلوس بو لو موان. ها هذه نظن ما نعرفش اذا كان سي رافع يقبلها كقاعده قانونيه. الشباب ليس موضوع السن وانما موضوع عقليه، كما يقول صحاب الكلام la jeunesse c'est un état d'esprit et non pas un état civil. أوتيت حكما لترعانا فتأكلنا أكل الذئاب أذئب أنت أم راعي. رئيس الجيوش يعني يغادر مكانه. هذا لما كنت وزيرا للدفاع أعتبره يعني احنا نقوله باللغة العامية بتاعنا زرتة. الحمد لله زرتة، وهذا عقاب الإعدام. راهو نعرف أن ينتقد علينا شبي فلان يدور شبي الآخر في داره وأنا كيف الشيشة شبي الآخر في كذا. ديجاج ديجاج ديجاج. اللهم أني ظلمت نفسي. وأنا كما قلت لكم لما كتبت ذلك الكتاب ولا أعمل له الدعاية لأنه في بعض الأحيان غير موجود هو فهمت. هو معروف المؤلف يعني الناشر بتاعه يعني كان ممكن هو كان يظن مش يعمل 500 بيت هو عدى 10,000، ولكن هذا كله من فضل ربي ما عنديش فيه وليست عملية تجارية مش كونوا واضحين. ليست عملية تجارية ليس اللي فيه مليم. هكا قرار هذا هكذا. لما أقول أن إن شاء الله الحكومة كذا تكون لديها نظيفة فهمت ولا أنا أعني ما أقول، وهذا في متناولنا جميعا، وهذا المسألة تمشي على الجميع. وعلى كل حال فيما يخصني أنا نهنيكم من الآن لا أكسب شيئا، بحيث إذا كان كسبت شيء أعرفوا راهو جاي من حاجة أخرى بكل صراحة. باستثناء السيارة هذه ملكي اللي أنا متاعي، أما ما زاد على ذلك لا عندي دار ولا عندي سهم ولا عندي كذا. كان عندي انتهى القضية. عملنا دار تخلفنا فيها مع الزعيم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله فهمت ولا، أتلفناها والحمد لله وكل ذلك من فضل ربي. وأنا أقول لكم القناعة مال لا يفنى، مال لا يفنى، لأن القضية في المال تو في الناس الكنوز. قناعة مال لا يفنى. ونحن يصح فينا الكلمة التي قالها أحد أعرفش أنه هو يعني من الصحابة أو من غيرها: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير. ولا حديث شريف بارك الله. يا ولدي الصحافة معناها حاجة ضرورية. تغدو خماصا وتروح بطانا. الحمد لله احنا شبعانين. لا أرى مانعا من أن الشيخ راشد يقول شي حب، حتى النجم يقول يعني خرج من مخبيات كذا العهد البي والعهد بورقيبة وعهد بن علي، وأنا أتشرف بذلك لأن ما يمكن نسبته كالكلب. وفي الحقيقة احنا كنا في الليزرشيف بتاع الدولة التونسية اللي عندها قرون موجودة واللي عندها السيادة بتاعها، وهيك علاش معناها الدولة التونسية خرجت من الظلمات إلى النور. وحتى الشيخ راشد راهو أنا نحبه ونحترمه ونقدره، هو زاد راهو من الليزرشيف فهمت ولا. أما ماناش فرد حكة فهمت ولا. هذا هو الموضوع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم إخوانا. سلام عليكم.